بريكس يدعو المغرب للانضمام للمجموعة. هل سيقبل المغرب الانضمام أم أن له رأي آخر؟ دعونا نعرف أولاً ما هو بريكس. بريكس هو تكتل اقتصادي وسياسي دولي تأسس سنة 2006 من 5 دول، وهي روسيا، الصين، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا سنة 2020. وهي مجموعة من الدول الناشئة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة وإنشاء نظام مالي بديل يعتمد العملات المحلية للأعضاء، وبالتالي مواجهة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. ومن أجل ذلك قامت المجموعة بإنشاء بنك التنمية الجديد لتمويل المشاريع المستدامة، وإنشاء صندوق الاحتياطي النقدي لتعزيز الاستقرار المالي. دعوة البريكس لانضمام المغرب للمجموعة، حيث وجه تحالف البريكس عن طريق آناند كومار سريفاستان رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد التابعة لبريكس دعوة صريحة للمغرب للانضمام للمجموعة، وذلك راجع لما يتمتع به المغرب من اقتصاد متنوع وموقعه الجغرافي الذي يجعله محطة أطماع لتوسع المجموعة. لكن هل سيقبل المغرب الانضمام؟ في وقت سابق سنة 2023، حيث كانت جنوب إفريقيا قد وجهت استدعاء للمغرب للحضور للقمة التي نظمتها دولة جنوب إفريقيا، لكن المغرب أصدر بياناً وضح فيه عدم تقديم المغرب أي طلب للانضمام لبريكس، وأن المغرب لا يرغب في الانضمام، وذلك بسبب المواقف العدائية لجنوب إفريقيا تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث تدعم مجموعة البوليساريو علانية. وبالتالي فالمغرب اعتبر أن دعوة جنوب إفريقيا مجرد ادعاءات وفعل عدائي يمس المصالح العليا للمملكة. إذن هل سيقبل المغرب الانضمام؟ أو بالأحرى هل ستغري بريكس المغرب للانضمام؟ المغرب في الأساس له علاقات تعاون ثنائية جيدة مع الدول الأساسية التي تشكل بريكس كالصين، روسيا، الهند والبرازيل، باستثناء جنوب إفريقيا بسبب قضية الصحراء المغربية. كما أن المغرب يتمتع بعلاقات جد معقدة مع الدول الغربية والولايات المتحدة، وهم يعتبرون حليف تقليدي للمغرب، وبالتالي فليس من مصلحة المغرب أن يخسر حلفاءهن، خاصة وأنهن يمتلك علاقات مع دول البريكس كما سبق وقلنا. وفي الأخير، في نظرك هل ممكن أن ينضم المغرب لتكتل بريكس في ظل السياقات الدولية والإقليمية للمملكة المغربية؟ شاركنا رأيك في التعليقات. بريكس يدعو